بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هنعمل حاجة من المخبوزات الجميلة اللي هي ترسة الأفران. مكونات بسيطة خالص متوفرة عندنا في البيت، مش مكلفة خالص يعني، ونسبة نجاحها 100% ان شاء الله. وحاجات حلوة كده بيحبوها الأولاد في البيت، خفيفة تتاكل مع كوباية لبن، كوباية شاي. معانا المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهو قدامنا كده. بحوالي من 2 ل3 كوباية مية او لبن، يعني عندك مية ماشي، عندك لبن ماشي، اللي متوفر. 8 كوب دقيق، ربع كوباية زيت، معلقتين كبيرة سمنة، معلقتين كبار لبن بودرة، لو ما فيش مش مهم لبن بودرة برضو، ومعلقة كبيرة خميرة، ونص كوباية سكر، وذرة ملح وفانيليا، وطبعا العجوة والسمسم اللي هو بستخدمهم طبعا في الحشوة بتاعتها. بحط المقادير الجافة كلها على بعضها، وبعد كده بضيف السوائل، وابدأ بعد كده اعجنها زي ما احنا شايفين كده. السوائل طبعا زي ما احنا عارفين وتعودنا دايما ان احنا مش بنضيفها مرة واحدة، بنبدأ نضيفها بالتدريج كده. كل ما نشرب كمية من الدقيق كده في المية او اللبن اللي احنا ضفناه نضيف الباقي. في الاخر خالص بنبدأ، انا طبعا خلطة اللي هي ربع كوباية الزيت ومعلقتين السمنة على بعض، وابدأ اضيفهم بالتدريج كده، اشربهم جزء جزء بعد ما انا انهيت العجين باللبن او بالمية. واجي زي ما احنا شايفين كده، كل ما اعجن فيها كويس، هو يعني ازود في العجين زي ما كده. حاطين طبق جنبنا فيه حوالي معلقتين مية كده او ربع كوباية مية، كل شوية ابل ايدي واعجن العجينة لحد ما اجيب الملمس اللي هو ولا ملزقة في ايدي ولا يابسة كده، لا هي عجينتها حلوة زي ما احنا شايفين كده، طرية مش طرية خالص يعني، بس سهلة التشكيل يعني. اخر حاجة طبعا بضيف اللي هي شوية الزيت بالسمنة كده زي ما احنا شايفين، بيخلص لي العجين خالص كده، بيبقى خلصان وانا بعجنه في ايدي. زي ايدي ما فيهاش اي اثر العجين، العجينة عاملة زي الملبن. عرج كده، انا نشطت العرج بتاعها خالص وحاسبها تخمر. طبعا الجو دلوقتي حر، ما بتاخدش اكتر من نص ساعة. بغطيها واسيبها، وادي خمرت معايا وانا مجهز العجوة اهي بتاعتي، وبضيف عليها نص معلقة قرفة، شوية سمسم محمص، ومعلقة زبدة كبيرة، وبعجنها كويس وبشكلها كده في طبق جنبي، واخد قطعة قطعة زي ما احنا. القطعة دي تقريبا كده يعني حاجة يعني اكبر من الليمونة كده الكبيرة، يعني بين البرتقانية والليموناية كده يعني. وابدأ انا اشكلها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي اهو. افرد فيها واوسعها واقفل الدايرة بتاعتها زي ما احنا شايفين، الطرفين كويس خالص، لازم اقفلهم كويس خالص عشان عندما بيتخمروا ممكن يفك. لكن كده انا باكد اني باجي بالمقص بالسكينة زي ما احنا كده، واشكلها اقطعها كده قطعة مش للاخر زي ما احنا شايفين. وابدأ اكون دهنة الصواني بتاعتي بزبدة بزيت كويس، وابدأ اللي اشكله اريحه في الصينية جنبي. والله التشكيل بتاعها في منتهى السهولة. وطبعا زي ما احنا عارفين اي حاجة بنحشيها بالعجوة بيبقى لها طعم تاني ومذاق تاني، وهي حاجة طبعا مغذية جدا ومفيدة جدا. يعني مشبعة. لو يعني حد الأولاد أكلوا منها، عاشوا عليها النهار كله وهم يأكلوا منها هيشبعوا. حاجة مفيدة مش أي حاجة، وهي نظيفة غير اللي بنشتريها من بره. طبعا دلوقتي كل المخبوزات بره سعرها ارتفع خالص، واحنا ليه طب نشتريها واحنا بكيلو دقيق انا حاملة البيت ما شاء الله، هناكل ونشبع، مش يوم واحد يومين 3 فيها كمان، وما شاء الله يعني. ادي شكلناها، وعندما بتختمر بكون مجهزة شوية لبن، عليهم فانيليا، او معلقة عسل اسود عليها شوية مية كده بخففهم زي اللي انا بعمل بيهم كده. بدهن الوش وبرش عليهم شوية سمسم خفيف كده، وابدأ كل السجان اللي انا شكلتها اعملها بالطريقة دي.
وطبعا بسويه على نار يعني متوسطة، مش عالية خالص، عشان يبقى ايه زي ما احنا شايفين، او في منتهى الجمال، مختمر كويس، هش جدا، الحشوة حلوة جواه، يعني كفاية تاكليها تستطعميها. وما شاء الله يعني ناجح 100%. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا نوماميت عشان ننزل لكم كل جديد. شكرا.